السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص يعني باقي عليه ايام. ربنا يعود يا رب علينا بالخير كده وعليكم جميعا باذن الله. في فيديو النهارده هنعمل كده تقسيمة عبقرية للفراخ. ازاي تعملي مثلا من الخمس فرخات 14 15 وجبة او اكتر على حسب عدد اسرتك، وهنعمل منها برضو باذن الله كام وجبة كده ينفعوا معانا للعزومات. احنا عايزين نعمل عزومات معانا تكون حلوة كده ومشرفة وبأقل الإمكانيات بإذن الله. فخلينا كده نبدأ بإذن الله كده ونسمي الله. أنا جبت معايا أول حاجة المقادير اللي هاشتغل فيها لكل التتبيلة بتاعة الفراخ بتاعتي اللي عندي يعني. فببدأ أعمل أول حاجة كمية البصل كده، جبت كام بصل أهو فرمتهم وخدت منهم المية، طبعا صفيتهم بالمصفى كويس، خدت منهم المية وخليتهم في جنب، وخليت البصل المبشور معايا أو المفروم في طبق لوحده. وبرده معايا كده كام طماطمايه ومقطعاهم، قمت فرماهم على طول في الكبة. أنا بحضر يا بنات الأول الحاجة بتاعتي عشان يبقى الشغل معايا كده سهل، مش هقعد كل مرة اعمل تتبيلة او وصفة معينة هقف اشغل الخلاط او الكبة. فبعمل الحاجة بتاعتي كده مرة واحدة عشان تسهل عليا الدنيا، ما اكركبش الدنيا حواليا، واكون الشغل بالنسبة لي خفيف كده وحلو في ايدي. ومعايا برضو هنا كام ليمونة. انا محتاجه العصير الليمون معايا النهارده في الوصفات بتاعه الفراخ، فمكتره شويه، فطبعا بدل ما هعصر الليمون على ايدي كده وما يدينيش كميه كويسه، فما شاء الله خدت كام ليمونه وعصرتهم طبعا وزودت عليهم ميه عشان الليمون ما يبقاش مركز قوي وحمضي فيمرر لي طعم الفراخ. انا بصراحه بعمل كده في كل التتبيلات بتاعتي، ولو رجعتوا للفيديو برضو بتاع التتبيلات اللي عملته معاكم قبل كده هتلاقوني بعمل كده. فانا هنا معايا اول حاجه في الطبق اللي معايا جبت شويه عصير ليمون، وحطيت عليهم شويه من الخل وشويه من الزيت وشويه من ميه البصل، انا محتاجاهم في التتبيله اللي معايا هتشوفوها دلوقتي هعمل بيها ايه. وكمان هحط شويه من البصل المبشور او المفروم، تقدروا تبشريه عادي في المبشره العاديه. ومعايا معلقتين من معجون الطماطم او الطماطم اللي احنا ضربناها في الكبه مع بعض، ومعايا معلقه كده من الملح. لا انا هزود احط معلقتين. ومعايا شويه صغيرين من الفلفل الاسود، وكمان هحط شويه من الكاري. طبعا الكاري اساسي معانا في وصفات الفراخ، انت بقى بتحضري كل بهاراتك دي وتخليها جنبك. وشويه كده من الزعتر السوري اللي هو بيكون متضاف عليه سمسم يا بنات، بصراحه بيبقى حلو قوي في التتبيله دي، او يعني في معظم تتبيلات الفراخ كمان واللحوم المشويه. هاتوا الزعتر دوت بيتباع كده في اكياس، بيكون بلاقيه يعني اونلاين، مش بلاقيه بصراحه في المحلات. فمعايا هنا فرخه سليمه، طبعا انا فاتحاها فراشه من الظهر، وتقدروا ترجعوا للفيديو يا بنات بتاع تقسيمه الفراخ نازل من كام يوم. هتشوفوا ازاي انا بخلي الفرخه وازاي بقطعها كده، ويعني تقدروا ترجعوا للفيديو دوت بصراحه هيفيدكم قوي، لان هو بصراحه انا عملت فيه تقسيمات عبقريه. من الخمس فرخات طلعت وجبات كتير ما شاء الله، وتقدري تخلي الفرخه كده بكل سهوله من غير ما تهدري منها ولا تضيعي اي جزء او فتفوته كده في الفاضي. وباذن الله تستفادي من كل الفراخ بتاعتك وما تهدريش منها حاجه. فارجعوا للفيديو بتاع التقسيمات. انا ما رضيتش ادمج لكم الفيديوهين في بعض يا بنات طبعا لان الفيديو بيكون طويل وممل، فقسمت لكم كده على فيديوهين. فيديو يعني مخصص للتتبيلات، والفيديو التاني انا خليت فيه الفراخ كلها معاكم وقطعتها وظبطتها. وهتشوفوا كل الفراخ اللي انا مقطعها يعني دلوقتي معاكم في التتبيله انا مجهزاها في الفيديو التاني. فهتقدروا الاول تشوفوا الفيديو بتاع تقسيمه الفراخ، وترجعي كده تشوفي الفيديو بتاع التتبيلات، وتحضري جنبك ورقه وقلم وكل مكون بعمله تكتبيه ورايا على طول. وباذن الله ده يكون مرجع ليكي مهم جدا في الوصفات بتاعتك. انا بعمل كده يا بنات لان بصراحه انا يعني من النوع اللي بنسى شويه، فالوصفه اللي بتعجبني بكتبها معايا في كشكول كده او اجنده وبحتفظ بيها. دي بتكون معايا بقى ايه على طول، كل ما اجي اعمل تتبيله بعمل منها يعني. فانا معايا هنا فرخه يا بنات انا مقسماها 8 قطع، وتقدروا برضو تشوفوا ازاي قسمتها. وبافتح الصدر كده حتة، يعني باقسّم الصدر على ال4 قطع، وبافتح الحتة اللي فوق دي على يعني تبقى شريحة كده كبيرة. هتشوفوها بإذن الله في الفيديو بتاع التقسيمة، هيكون حلو أوي معاكم لو اتعلمتوا يعني الطريقة دي. بصراحة بتدّيني عدد قطع أكبر، بدل ما أقسّم القطعة وتبقى صغيرة، لأ أنا بافتحها بطريقة كده معيّنة بحيث تدّيني حجم أكبر، وباخدها في نفس التتبيلة وباحطها كده يعني، وباخلّي كل قطعة تتشرّب من التتبيلة بتاعتي. أنا هنا يا بنات عاملة يعني التتبيلة دي أساسية للفراخ المشوية طبعًا في الفرن، دي مش تتبيلة المشاوي بتاعة الفحم، ما ينفعش تحطي في تتبيلة المشاوي بتاعة الفحم مثلًا طماطم مبشورة كده أو بصل مفروم، لإن طبعًا هيمرّر معاكِ في الشوي. فأنتِ بتكوني يعني بتفرّقي بين التتبيلة بتاعة المشاوي فحم ومشاوي الفرن. ومعايا برضه في نفس التتبيلة طبعًا، والتتبيلة دي يعتبر كده basic معايا. حطيت معلقة من التوم ومعلقتين كده من الطماطم المبشورة، وشوية من عصير الليمون زوّدتهم تاني، وشوية من البصل المبشور.
وكمان شوية من الزيت. يا بنات التتبيلة دي يعتبر أنا يعني باشتغل بيها كذا حاجة، بس بازوّد في كل مرّة مثلًا حاجات معيّنة كده، وشوية من الخل، وشوية من الجنزبيل، وهتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها إيه، وشوية كمان من الملح كده. طبعًا أنا مش محددة لِك مقدار معيّن، لإن أنتِ ممكن مثلًا تحطي في التتبيلة دي فرخة أو 2 أو مثلًا نُص فرخة، فأنتِ بقى بالنظر كده ضبّطي الملح بتاعِك ودوقي طبعًا قبل ما تحطي الفراخ في التتبيلة. ومعايا هنا كده كيس من تتبيلة المشاوي، أنا باخد منه حبّة يا بنات صغيّرين، بيعزّز لي الطعم شوية، لإن أنا برضه هاعمل دي تتبيلة للفراخ المشوية. ومعايا هنا كده 4 أفخاد من الفراخ. أنا طبعًا يا بنات عاملة الوجبات دي يعني الوجبة تكفّي 4 أفراد. أنتِ برضه تقدري تقسّمي، يعني أنتم لو 3 أو 2 تقدري تقسّمي الوجبات بتاعتِك على حسب عدد الأفراد بتاعتِك. وطبعًا لو أكتر برضه بتقسّمي ب كل واحد كده والنايب بتاعه أو الكوم بتاعه. وأبدأ هنا كده أشرّب كل قطعة ما بين الجلد واللحم، وكده يبقى معايا جهزت. وتعالوا نشوف التتبيلة اللي بعد كده. معايا شوية من مَيّة البصل، وشوية من عصير الليمون، وكمان شوية من الخل، وشوية من الملح. وأنا هنا حطيت عليها البانيه يا بنات، بس المقطع ده ما اتصورش. اعتمدوا بقى الطريقة دي، بصراحة بتبقى حلوة أوي في البانيه. يعني لمّا هتدوقوه لحد بإذن الله هيفكر إن أنتم حاطين يعني مكونات كده كتيرة في التتبيلة، لكن هي بجد تتبيلة بسيطة جدًا، وطعمها بيكون يعني فوق الممتاز. أنا باعمل التتبيلة دي للبانيه وكمان الستريبس، بصراحة معتمداها يعني من زمان جدًا، مش باعمل أي حاجة غير في الوصفة دي. هي دي بس كده ببساطة، شوية مَيّة بصل وشوية ليمون وشوية ممكن تحطّي خل أو ممكن لأ، وشوية ملح وفلفل أسود وخلاص. وأنا هنا برضه معايا كمية من الستريبس، طبعًا دي مش كلّها المِوَّز بتاعة الفراخ، أنا حاطة يا بنات المِوَّز بتاعة ال5 فرخات اللي عندي كلّهم في الستريبس. وكمان زوّدت عليهم صدر فرخة يعني كامل كده قطّعته شرايح شبه الستريبس عشان يزوّد لي الكمية، لإن طبعًا مش هينفع أعمل كل المِوَّز بس كده، يعني هيبقى كمية صغيّرة، فأنا زوّدت الكمية بصدر فرخة وقطّعته كده عشان يعمل معايا ما شاء الله وجبات أكتر. وطبعًا يا بنات أنا عملت معاكم كذا فيديو لتقسيمات فراخ، وكذا فيديو لتتبيلات ووصفات مختلفة، تقدروا ترجعوا برضه لفيديو تاني ما شاء الله. برضه من ال5 فرخات عملت 17 وجبة، وال17 وجبة مختلفين تمامًا عن بعض. تقدروا ترجعوا ليه، في وصفات بصراحة مختلفة يعني شوية عن الفيديو ده. أنا حبيت إن أنا أنوّع لكم في كل فيديو يبقى فيه وصفات غير التانية، مش مكررة يعني. فأنا كده خلّصت كمية الستريبس، وهانزل برضه في نفس التتبيلة بالكبد والقوانص والقلوب بتاعة الفراخ. أول 5 فرخات يعني اللي معايا ما شاء الله. دي أنا بصراحة باحب أتبّل الكبدة والحاجات دي يعني كده قبل ما أبدأ فيها، وباعينها بنفس التتبيلة دي لمّا باجي أستخدمها. يعني مش بتخلّيني بقى تعزمني إن أنا أقعد أتبّلها أو كده، لأ أنا باخدها وعلى طول أشوّحها في شوية زيت صغيّرين بالتوم بقى والبصل والفلفل الأخضر وخلاص كده، بتبقى جاهزة معايا وأحلى طبق كبدة، وممكن تعمليه كمان مع الرز الأصفر أو رز بالخلطة. فالمهم التتبيلة اللي بعد كده يا بنات، شايفين الكيس بتاع هريسة الشطة ده، أنا عملته برضه معاكم قبل كده في فيديو التفريزات بتاع الخضار، تقدروا ترجعوا ليها. وباعينها كده في أكياس وعرّفتكم كمان طريقة إن أنا باقفل إزاي الكيس كده، اللي هو الكيس العادي بتاع التلاجة، وباعمله كإنه أكياس اللي هي ليها غالق من فوق أو اللي هي اسمها الزيبلوك يعني. فالمهم هنا في نفس الطبق حطيت شوية من الزعتر السوري وشوية من الطماطم المفروم. وهتشوفوا بإذن الله هنعمل أحلى تتبيلة لشوية كده أجنحة بتوع الفراخ بتاعتنا. بصراحة أنا أحلى حاجة باحبها في الفراخ هي الأجنحة أو الجوانح يعني دي. وحطيت شوية من الزيت وشوية من عصير الليمون وشوية من التوم. وبصراحة يعني بتبقى التتبيلة دي روعة، روعة. وشوية من الملح كمان، وشوية كده من الفلفل الأسود، وشوية من البابريكا. طبعًا أنا باحط البابريكا هنا في التتبيلة عشان تدّيني طعم مدخّن كده أو طعم المشاوي. لإن أنا بإذن الله ممكن أعمل يعني الجوانح دي على صينية بطاطس كده تبقى في الفرن، أو إن أنا أعملها كده أشوّحها بشوية زيت صغيّرين مع التتبيلة بتاعتها ونُص كوباية مَيّة، وأسيبها بقى تستوى كده على نار هادية، بتبقى يعني كإنها مشوية بس في الطاسة عادي أو في الحلة. أو ممكن إن أنتِ كمان تحطيها على الشبكة بتاعة الشوي وتحت منها صينية فيها مَيّة، بحيث إن أنتِ تشويها في الفرن من غير ما تنشف منِّك. أنا باعمل الحركة دي يا بنات كتير لمّا باحب إن أنا أشوي، ولمّا بتطلّعيها بتحطي بقى فحماية كده وعليها نقطة زيت، وبتغطي الحلة أو الصينية اللي أنتِ شاوية فيها يعني، وبتدّيكِ نفس نتيجة الشوي على الفحم بالضبط. فأنا هنا باخد بقى طبعًا التتبيلة بتاعتي وأشرّبها كده في الأجنحة. للأسف ما عرفتش إن أنا يعني أمسكها بقى ما بين الجلد واللحم كده وأدخّلها في التتبيلة يعني فيها، لإن التتبيلة طبعًا فيها هريسة شطة مولّعة نار. فالأحسن يعني والأضمن عشان ما نوجعش إيدينا، فعملتها كده بالمعلقة والحمد لله يعني برضه
كانت التتبيلة يعني اتشربت فيها كويس. وطبعا انت لما بتحفظيها في الفريزر فهي بتقعد بقى معاكي اسبوع 2 شهر 2، فبتتشرب التتبيلة كويس جدًا. وطبعًا أقصى مدة يا بنات لحفظ الدواجن أو الطيور يعني بشكل عام، الأفضل إن هي ما تزيدش عن 3 شهور، لإن دوّة يعني باحس إن هي بتفقد من قيمتها الغذائية. فإحنا يا بنات كده بناخد السكينة وبابتدي إن أنا أدخّلها كده ما بين الجلد والعضم كده والفصوص بتاعة الأجنحة، بحيث إن هي برضه اللحم من جوّه بتاع الأجنحة يتشرّب التتبيلة معايا في التفريز. فكده خلّصنا التتبيلة بتاعة الأجنحة، وتقدري برضه تعتمدي نفس التتبيلة دي للفراخ المشوية أو أي قطعة يعني من الفراخ عايزة تشويها، بصراحة جميلة. لكن طبعًا بانصحِك للمرّة التانية أهو، ما تحطّيش التتبيلة اللي فيها قطع زي الفلفل أو البصل أو الطماطم أو كده على الفحم، لإن ده هيمرّر معاكِ وهيتحرق ومش هتاخدي منه أفضل نتيجة. لكن التتبيلة اللي بيكون فيها قطع أو حاجات مفرومة كده واضحة، أنتِ شايفاها بعينيكِ ولامساها بإيديكِ، دي بتكون بتتشوى في الفرن على الصينية أو كده يعني. فكده خلّصنا الطبق اللي معانا بتاع الأجنحة. طبعًا أنتِ تقدري تعملي الأجنحة دي جنب شوية رز، جنب شوية مثلًا مكرونة كده بشاميل، وخلاص كده تبقى وجبة جميلة. المهم التتبيلة اللي بعد كده معايا فيها شوية عصير ليمون، وشوية مَيّة بصل، وشوية من الزيت، وشوية من الخل، وشوية من الملح، ومعلقة كبيرة من التوم المفروم. طبعًا التوم ده أنا مفرّزاه، وشوية من الكزبرة، وشوية من البابريكا، وشوية من الكاري، ومعلقة كده أو 2 من معجون الطماطم. ومعايا برضه هنا خلطة الشيش طاووق يا بنات، اللي هي برضه الجاهزة، أنا باستعمل الماركة دي يعني، لإن طبعًا ماجي أو في ماركات تانية مقاطعة، فإحنا طبعًا يا بنات على العهد كده نفضل مقاطعين لأي منتج من ده. أنا هنا باقلّب كده كل التتبيلة معايا، وهاضيف عليها بقى دلوقتي طبعًا المكعبات بتاعة الشيش طاووق اللي عملتها برضه معاكم في فيديو التقسيمة قبل كده، ارجعوا ليه. تقدروا تعملوها بالأوراق أو بالصدور بتاعة الفراخ. فأنا هنا جبت الصدور أهي، والأوراق برضه أنا كنت خالياها معاكم في الفيديو، تقدروا ترجعوا ليه. وخليت الورك بصراحة يعني بطريقة حلوة جدًا. ولو مبتدئة برضه بإذن الله هتعرفي تخليه مش بطريقة صعبة خالص، بالعكس يعني من أول مرّة لو أنتِ أول مرّة تخلي فراخ هيضبط معاكِ جدًا، وبإذن الله تبقي شطورة في خلي الفراخ وما تحتاجيش إن بتاع المحل أو الفرارجي يخليها لِك. أنتِ الأحسن طبعًا بتخليها على إيدِك. وجبت شوية من الفلفل كمان الألوان، تقدري بقى تحطّي فلفل أحمر، أصفر، بصل. لكن أنا بصراحة يبقى أنا كنت مستعجلة النهارده يعني في تفريز الفيديو ده أو تفريز الفراخ دي، فعملت بصراحة بالفلفل اللي أنا كنت مفرّزاه برضه معاكم في فيديو التفريزات، وما كانش عندي إمكانية خالص إن أنا أقف أخرّط بصل. فقُلت خلاص مش مشكلة، خلّي بقى المرّة دي الشيش طاووق بالفلفل الألوان بس. وأنا أصلًا في فيديو يعني تاني برضه عملت معاكم شيش طاووق بالفلفل الألوان والبصل. وأنا ما بافضّلش يا بنات بصراحة إن أنا أحُط فلفل أخضر في تتبيلة الشيش طاووق أو في تقسيمة الشيش طاووق يعني، لإن بصراحة باحسّه طعمه مُمُر ومش حلو، اللي هو الفلفل الأخضر البلدي يعني. لكن لو هتحطّي فلفل أخضر رومي برضه هيكون طعمه جميل. ونشوف بقى التتبيلة اللي بعد كده معايا شوية كده من البصل المبشور، وشوية من الطماطم اللي إحنا بشرناها مع بعض. أو على فكرة ممكن تستبدلي الطماطم المبشورة دي بصلصة الطماطم وهتمشي برضه تبقى زي الفل. ومعايا بقى آخر شوية عصير ليمون معايا النهارده من اللي كنت محضّراهم. طبعًا أنا كده يعتبر يعني في تشاطيب الحاجات، وشوية برضه من الخل، آخر شوية من الكوباية اللي كانت معايا أو الاستكانة، وشوية من الزيت، وهنشوف مع بعض هنعمل بيها إيه. طبعًا يا بنات أنا ناسية لإن الفيديو ده متصور معايا يعني بقى له مدة، لكن ما كنتش لسه عملت له مونتاج. وشوية برضه من تتبيلة المشاوي برضه يا بنات، بصراحة الماركة دي يعني أو الاسم ده بصراحة يعني أنا باعتمده لإن هو بيكون حلو ومش مقاطعة. وكمان سعره حلو، يعني تقريبًا الكيس دوّة عامل 7 جنيه، 8 جنيه، حاجة شبه كده يعني. وأنا مش باحط كلّه مرّة واحدة، لأ أنا باقعد أستعمل منه يعني كذا مرّة. يعني الكيس ده أنا عملت منه في الفيديو دوّة والفيديو اللي فات قبل كده، وفيديو كمان مخصص يعني للتفريزات بتاعة التتبيلات. كل التتبيلات اللي تخطر على بالِك بإذن الله هتلاقيها في فيديو منفصل، تقدري ترجعي ليها. بصراحة أنا بارجع يعني للفيديو ده لمّا باكون مش عايزة أفتح الكشكول أو الأجندة بتاعتي، فبافتح كده الفيديو واشتغل منه. بصراحة يعني أنا باعتمد دوّة يكون مرجع ليّا. عايزاكم يا بنات أنتم كمان تحفظوا الفيديو أو تنزّلوه عندكم على الموبايل، وتقدروا ترجعوا ليه لمّا تحبوا تعملوا أي تتبيلة للفراخ أو اللحوم. وكمان كان فيه تتبيلة للأسماك. بصراحة الفيديو ده شامل لكل حاجة، هيعجبكم جدًا، ارجعوا ليه. وكمان ما تنسيش
تاخدي جولة كده في القناة، بجد الوصفات هتعجبك بإذن الله، وما تنسيش تحطي طبعًا اللايك والاشتراك لو حسيتِ إنِك استفدتِ في الفيديو ولو بمعلومة واحدة، ما تنسيش تنوريني باشتراكِك. فالمهم هنا جبت معايا الدبابيس بتاعة الفراخ اللي كنت خالياها، أنا هنا خدت يعني دبابيس فرختين، وكمان خدت دبوس من التقسيمة بتاعة ال8 قطع اللي كنت عاملاها للفرخة، خدت منهم دبوس عشان أكمل الوجبة دي. فأنا هنا كده باخد التتبيلة دي بقى بإيدي، ما فيهاش شطة، فأقدر إن أنا أعملها عادي بإيدي، وأبدأ آخد كده الجلد بتاع الدبوسة وافتحه واحط جواه الحشو أو الخلطة بتاعتنا، عشان لما نيجي نسويها مع بعض بصراحة يعني بتكون رهيبة في الطعم. انتي يعني من حلاوتها كده ممكن تاكلي الجلد، لكن طبعا الجلد يا بنات مش صحي ان احنا ناكله. لكن بصراحة أنا عندي هنا في البيت يعني بيحبوا الطعم بتاع التتبيلة اللي بيكون داخل ما بين الجلد واللحم ده، وكمان برضه ساعات باعمل كده شقوق في الدبوس بتاع الفرخة بالسكينة كده بالطول، وباحشي برضه بادخّل الخلطة دي جوّه كل فتحة حاطاها بالسكينة يعني، فبتحسي إن الدبوس محشي من جوّه ومن برّه، والخلطة بتبقى متشربة جدًا في الطعم. وبيكون بصراحة طعمه حلو أوي. تقدري بقى تعملي الدبابيس دي تسويها على صينية بطاطس كده في الفرن، أو تقدري إن أنتِ تحطي عليها نُص كوباية مَيّة في الحلة. طبعًا بتشوحي الأول الدبابيس في نقطة زيت كده وحبهان ومستكة وورق لورا، وتقدري بعد كده تحطي بقى الأوراق بتاعتِك أو قصدي الدبابيس، وتحطي عليها نُص كوباية مَيّة، وتغطّي كده الحلة أو الصينية، وتهدّي النار وتسيبيها بقى تستوي على نار هادية، بتكون طعمها جميل. أنا هنا باورّيكم يا بنات مقطع كده أو 2 من الفيديو بتاع خلي الفراخ اللي باقول لكم عليه، أو تقسيمة الفراخ، عشان ترجعوا ليه كده وتتشجعوا وتعرفوا إزاي بنخلي برضه الأوراق، اللي مش حابب يرجع للفيديو اللي فيه التقسيمات كلها. فأنا هنا يا بنات أهو بكل سهولة باخد الورك قصدي بتاعي، وبابدأ إن أنا أخلي الجلد أول كده من عليه. طبعًا باجيب سكينة رفيّعة وتكون خفيفة في إيدي وسهلة في الاستخدام، وتكون برضه حادة شوية عشان ما تغلبكيش في التقطيع أو الخلي. فالمهم أنا هنا باخلي الجلد وبامشي كده على العضمة كده بتاعة الفخد، وباحاول إن أنا أتخلّص منها لإن دي أنا مش عايزاها. وطبعًا يا بنات العضم ده إحنا مش بنرميه، وقُلت لكم قبل كده برضه في الفيديو بتاع التقسيمات أو بشكل عام في أي فيديو باخلي فيه فراخ معاكم، إن أنا مش بارمي العضم ده، بالعكس أنا باخده وباسلقه. ممكن يعني كل الهيكل بتاع الفراخ بتاعتي، طبعًا ما شاء الله أنا مثلًا عملت 5 فرخات أهو، الهيكل بتاعها يعني ما شاء الله كذا فرخة أهو، يعني يعمل معايا وجبة وبتكون حلوة جدًا ومشبعة. أو إن أنتِ بتاخديه تسلقي الفراخ يعني، أو قصدي الهيكل بتاع الفراخ ده بتسلقيه، وبعد لمّا بيتسلق بتاخدي الفصوص تعملي منها مع الشوربة أو المرقة اللي طلعت، تعملي منها مرقة مكعبات وتعينيها في الفريزر. لو أنتِ ما عندكيش مكان تعيني أكياس المرقة كده اللي هي الشوربة يعني اللي طلعت معانا، فتقدري تحوليها لمكعبات من المرقة اللي هي المكعبات الفورية، وتحتفظي بيها عندِك في الفريزر، مش هتاخد مكان خالص. وتطلعيها كده كل ما تحتاجي إن أنتِ تحطي وصفة أو وجبة تحتاجي فيها مرقة الدجاج، فتاخدي مكعب أو 2 وتدوبيه في شوية مَيّة سخنة، وتعملي أحلى مرقة تستخدميها في المحاشي وفي الخضار وفي الطبيخ بتاعِك بشكل عام. وأنا هنا برضه يا بنات باوريكم كده إزاي باخلي الورك كده من تحت، فباخد بالسكينة بامشي على المكان بتاع العضمة كده، وبكل سهولة بامشي في اتجاه العضمة لحد ما أخلص اللحم من العضمة. وبس كده يا بنات. بصراحة خلي الفراخ سهل جدًا، مش محتاج إن أنتِ تروحي تشتري أوراق مخلية أو أفخاد مخلية وتخلّي الراجل بتاع الفراخ يخليها لِك، لإن طبعًا لمّا أنتِ بتجيبي الفرخة وتخليها على إيدِك في البيت باحس بصراحة إن بيكون فيها بركة أكتر، وبترمي معاكِ عدد يعني أكبر من الوجبات عن لمّا تروحي تشتري كيلو بانيه، كيلو أوراق مخلية، أو كيلو شيش. فبصراحة باحس إن كده يعني إيه، بيكون أوفر وأنضف طبعًا كمان، أحلى يعني بيرمي معاكِ عدد أكبر من الوجبات. فأنا هنا باخد القطعة بتاعة الورك أهو، باتخلّص طبعًا من الزوائد الجلدية دي أنا مش عايزاها، وبابدأ إن أنا أقطّع الورك لمكعبات مناسبة للمكعبات اللي قطّعتها من الصدر، عشان دول هيبقوا طبق الشيش طاووق أو الطبقين بتوع الشيش طاووق اللي هاعملهم معاكم. طبعًا يا بنات وجبة الشيش طاووق دي حلوة جدًا للعزومات، بتزوّد الكمية طبعًا بالفلفل والبصل اللي أنتِ بتضيفيه، وفي نفس الوقت حاجة كده جميلة وطعمها حلو وهتشرّفِك قدّام ضيوفِك. وأنا هنا برضه باوريكم إزاي باخلي الموز بتاعة صدر الفرخة. وطبعًا شايفين يا بنات برضه أقول لكم فكرة، اللحم اللي ما بين ال
الصدر دوت كده اللي في الجنب ده انت ممكن تقدري تخليه. انا عملت برضو قبل كده في فيديو تاني خليته وعملت منه احلى اطباق شاورما. بصراحة كانت جميلة، يعني بتزود معاكِ الكمية، أو ممكن تخلي برضه الفصوص اللي هي الصغيرة اللي في العضم بتاع الصدر دي، وتفرميها وتعمليها عصاج مفروم كده للمكرونة النجريسكو أو الجلاش، أو تقدري إن أنتِ تعمليها في خلطة حواوشي بتضيفي عليها شوية بصل وشوية فلفل مثلًا أخضر كده وشوية فلفل شطة أو هريسة شطة، وبتعينيها في الفريزر عندِك وتطلعيها تحطي عليها البهارات بتاعتها وتحطيها في العجينة وبتبقى أحلى معاكِ. أحلى عجينة للحواوشي. فالمهم هنا برضه باوريكم إزاي باخلي صدر الفرخة. إحنا بناخد يا بنات الجلد كده من الأول من عند المقدمة بتاعة الصدر، وبتمشي عليها كده بالسكينة واحدة واحدة. طبعًا أنتِ لو لسه مبتدئة فاشتغلي بالراحة عشان ما تبوظيش اللحم بتاع الفراخ. وطبعًا لو أنتِ واحدة واحدة كده اتعلمتِ، فهتلاقي نفسِك خلاص أنتِ بقيتِ متمكنة وبتعملي الحاجة بسهولة وبسرعة، مش هتتعذبي زي أول مرة يعني بصراحة. يعني أول مرة أنا كنت ماسكة فيها الفرخة مش عارفة هابدأ منين ولا يعني هاخلق إيه الأول ولا هامشي إزاي بالسكينة. لكن مع التعود يا بنات أو من كتر الاستخدام في خلي الفراخ، هتلاقي نفسِك أنتِ خلاص بقيتِ شطورة وبتخلي من غير أي يعني مجهود. وأنا يا بنات يعني الحمد لله من صغري بادخل المطبخ، يعني تقريبًا من وأنا في 5 ابتدائي، فالحمد لله يعني تمكنت شوية من الحاجات دي وما احتجتش إن أنا أتعلم من حد. فدي كده نهاية الفيديو نهاية التتبيلات والحاجات اللي إحنا عملناها. شوفوا بقى ما شاء الله عملنا وجبات قد إيه من ال5 فرخات. طبعًا أنا يا بنات قسّمت بقى الأطباق اللي كنت متبلاها معاكم يعني لأطباق كده عشان دي اللي هتتغلف وتدخل الفريزر، وقسّمتها برضه أطباق بقى تنفع اللي هو الاستخدام الطبيخ بتاعي أنا كأسرتي يعني، وكام طبق كده عملتهم للعزومات زي مثلًا الأفخاد لوحدها دي ممكن أطلّعها مع فرخة سليمة مع شوية مثلًا ستريبس، ويبقى أنا كده عملت أحلى عزومة. ممكن برضه أعمل شوية مثلًا الكبد والقوانص طبق أعمله مثلًا رز بالخلطة، جنب فرخة مشوية، جنب شوية دبابيس مشوية، جنب شوية مثلًا جلاش مع مكرونة بشاميل، وكده تبقى أحلى عزومة وحاجات عندنا من البيت. وما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة أشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.